وصفة النهاردة وصفة مختلفة. هعملكم بتنجان بشكل مختلف، واللي مش بيحب البتنجان هيحب البتنجان بعد الوصفة دي وهيدمنه، واللي بيحب البتنجان هيحب البتنجان أكتر وأكتر. وصفة اقتصادية وسريعة وهتتجهز معاك في نص ساعة، كل مكوناتها في بيتك. بس يلا نسمي بسم الله ونبدأ ونشوف عملنا الوصفة دي ازاي. اول حاجه مطلوب منك في الوصفه دي البتنجان، هتجيبيه طبعا وهتغسليه كويس خالص وهتقطعيه مكعبات بالشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا انت هتعملي على حسب الكميه اللي انت عايزاه، هتعملي كتير هتعملي قليل دي براحتك، الكميه دي انت اللي تتحكمي فيها. انا عملت بتنجانية واحده بس كانت كبيره. رفعت طاسه على النار، حطيت فيها حوالي 3 معالق من الزيت. انت تحطي زيت طبعا، اي زيت اي نوع زيت انت معاكي، زيت زيتون زيت عافية، اي زيت انت موجود معاكي في البيت تحطي منه. بس اهم حاجة الزيت يكون نظيف وما يكونش ليه ريحة، اهم حاجة عشان الوصفة تطلع معاكي مظبوطة. هتقلبيها شوية خالص، انا عايزاها بصي تمرض بالشكل ده. لما تلاقي الزيت خلاص خلص منها هتبدأي تنقطيلها بالنقطة، يعني ما تحطيش كتير، البتنجان هياخد منك زيت كتير ومهما تحطيله مش هيقول عني، يعني هياخد منك. فايه لما تلاقيه خلاص بدأ ينشف هتحطيله بالنقطة. انا لما جيت خلاص الطاسه راح تنشف مني كام نقطه كده زيت. هتحتاج منك برضو الوصفه دي من بصلايه، البصلايتين انا خدت مني بصلايه متوسطه وبصلايه صغيره. بعد ما تخلصي خلاص البتنجان استوى معاكي على الاخر هتطلعيه مكانه، ولو ما فيش زيت في الطاسه هتحطي زيت، هتحطي مكانه البصل. طبعا هتقلب البصل في الزيت مكان البتنجان بتاعك، وهتحط عليه رشه ملح بسيطه، وهتحط عليه فصين او 3 من الثوم. التوم طبعا هيوديها في حتة تانية خالص. هتقلبيهم كويس مع بعضيهم. بعد كده هتحتاجي برضو في الوصفة دي قرن فلفل أخضر بس، أو قرنين بالكتير، يعني برضو ما تكتريش. هتقلبيهم برضو كويس خالص مع بعضيهم. التوابل بتاعتك هتحطي نص معلقة من الفلفل الأسود ونص معلقة من البابريكا، بس المقطع الفيديو ده اتحذف مني. وهتحتاجي طماطماية كبيرة أو طماطميتين صغيرين، حبة تبشريهم على المبشرة براحتك، حابة تحطيهم قطع زي ما انا حطاها كده براحتك. يعني بعد كده هتقلبيهم مع بعضيهم كويس خالص لحد ما البصل بتاعك والفلفل والطماطم يتشربوا خالص مع بعضيهم بالشكل اللي انت شايفاه ده. كمان انت لو انت عماكي تقلبي كده لقيتي لون الطماطم بتاعك مش اللي احسن حاجة او لونها خفيف او ابيض، ممكن تضيفي معلقتين من الصلصة. لقيتي الطماطم بتاعتك حمرا وخلاص اللونها بتاعها تمام تمام، خلاص مش لازم تحطي صلصة، يعني دي معاكي ودي معاكي. خلاص كده هتقلبي كويس خالص لحد ما يشربوا خالص من بعضيهم. اهم حاجة في الوقت ده النار تكون عالية، يعني متوطيش النار عليها في الوقت الحالي. وبرضو تخلي بالك ان هي ما تتحركش منك في الطاسة، تخلي بالك تقلبيها باستمرار. اللهم بارك، ريحتها كانت زي العسل والوصفة كانت زي العسل بصراحة. يعني انصحكم انكم انتوا تجربوها، لما تجربوها ان شاء الله هتعملوها دايما. خلاص التسبيكة معانا بقت جاهزة. هتنزلي البتنجان اللي انت عاملاه، هتقلبي البتنجان بتاعك كويس خالص لحد ما يشرب خالص من الخلطة اللي احنا عاملينه. ريحته تحفة وطعمها تحفة، وان شاء الله مش هتبطلي تعمليها ابدا. هتقلبيها كويس، هي لونها كده تمام. لو انت حبيتي في الوقت ده انك انت تحطي معلقتين من الصلصة حطي. بعد ما تحطي معلقتين من الصلصة حابة تغطيها عشان تستوي معاكي غطيها، مش حابة تغطيها خلاص خلي ايدك فيها على طول، عشان ايه ما تتحركش منك من تحت في الطاسة. هي خلاص راح تدخل على مرحلة السوا. لما تيجي تدخل على مرحلة السوا معاكي هتهدي النار عليها عشان هي تستوي على نار هادية. خلاص كده تمام استوت. هنبدأ المرحلة الثالثة ان احنا نحط البيض. كمية البيض دي ترجع لك انت، عايزة تحطي بيضتين، عايزة تحطي 3، عايزة تحطي 4، كمية البيض دي ترجع لك انت. البيض طبعا بيزود القيمة الغذائية في الوصفة دي وبيخليها ووديها في حتة تانية خالص. هتفتح البيض طبعا بالشكل اللي انت شفتيه ده عشان يملى الطاسة ويبقى المنظر بتاعه حلو. هترشي عليها رشة من الجبنة الموتزاريلا، انت عايزة تحطيها حطيها، مش عايزة تحطيها ما تحطيهاش. هتغطيها برضو بأي غطا معاكي وهتخليها تستوي. اللهم بارك. اهم حاجة بس تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اهم حاجة تصلي على النبي، وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم، او اي حاجة ان شاء الله تعملوها ربنا كده يبارك فيها.
شايفين الجمال؟ والله طعمها تحفة، كانت عسل وكان طعمها عسل. والوصفة دي بصراحة يعني ما تفوتكمش، لازم تجربوها، ان شاء الله تعتمدوها دايما. بس كده، لو عجبتك ان شاء الله الوصفة دي وعجبك الفيديو، ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، تشتركي في القناة، تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من عندي هنا في القناة.